لو مش بتخططي لسنتك فده زي ما تكوني قاعدة في عربية في الكرسي اللي ورا السواق وسايبة السواق ياخدك في مكان هو عاوزه. يعني وانتي صغيرة اللي كان سايق العربية دي هم أهلك، بيقولولك تروحي فين وتعملي إيه وإيه المطلوب منك. وبعدين كبرتي شوية، بقت المدرسة هي اللي بتسوقك وتحددلك يومك. بعد كده كبرتي شوية كمان، بقت الجامعة، وبعدها بقت آراء الناس والمجتمع اللي حواليكي. كل ما بنكبر كل ما بيزيد عندنا قرارات ناخدها. لكن السؤال، هل هنسيب ظروف الحياة وكلام الناس وآراء المجتمع هي اللي تسوق حياتنا؟ ولا نقول لهم بعد إذنكم دي حياتي، ونقوم إحنا ونمسك زمام الأمور بأنفسنا؟ أكيد في ظروف خارجية وفي حاجات بتحصل بره إرادتنا، بس دي مجرد مطبات في الطريق، طرق مغلقة أو عواقب، وده طبيعي. المهم أنت اللي سايقة حياتك. الطريق المقفول ممكن يخليكي تقفي وتعيطي، أو ممكن يخليكي تدوري على طريق تاني وتمشي فيه. عايزاكي تعرفي إن التخطيط للسنة الجديدة هو إنك تمسكي زمام حياتك حتى لو في مطبات وعواقب، وتقرري بنفسك فين هتمشي وإيه اللي عايزة تحققيه في السنة دي وفي حياتك عموما. ويلا بينا نعرف اللي المحروف نعمله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة عشان أكبر بيكم. التخطيط للسنة الجديدة ليه مهم وإزاي تعمليه؟ قبل ما نبدأ خلينا نفهم حاجة مهمة. التخطيط مش بس للأشخاص الكبار اللي عايزين يبقوا ناجحين، ده لأي حد عايز يتحكم في حياته شوية وما يسيبش الظروف والحياة تمشيه يمين وشمال. لو مش بتخططي كأنك ماشية في الطريق من غير ما تختاري انت هتروحي فين، وكأنك بتعيشي حياتك من غير ما تختاري انت هتعملي ايه. بس لما تبدأي تخططي الموضوع بيتغير خالص. أول حاجة محتاجة تعرفي إيه اللي عايزة تحققيه في السنة الجديدة. ممكن تبقى فرصة تبدأي من جديد، ممكن تحطي أهداف كبيرة أو صغيرة زي تحسين مذاكرتك، الاهتمام بصحتك، تعلم حاجة جديدة، أو حتى تنظيم وقتك أكتر. هقولك على خطوات بسيطة للتخطيط. أول حاجة، اكتبي كل حاجة عايزة تعمليها، مش لازم ترتبيها دلوقتي، بس اكتبي كل الأفكار اللي في دماغك. تاني حاجة، قسمي الأهداف لأهداف صغيرة. بدل ما تحطي هدف كبير زي عايزة أنجح السنة دي، قسميه لحاجات أصغر، مذاكرة كل يوم نص ساعة، مراجعة أسبوعية، وفهم نقاط ضعفك. تالت حاجة، حددي الأولويات. إيه المهم وضروري يحصل وإيه ممكن يستنى؟ ده هيساعدك ما تتوهيش في حاجات كتير وتزهقي بسرعة. رابع حاجة، ابقي مرنة. الحياة مش دايما تمشي زي ما احنا مخططين، في مطبات وعواقب. المهم إنك تعرفي تعملي تعديل على خطتك بدل ما توقفك. خامس حاجة، تابعي تقدمك. كل فترة بصي على اللي عملتيه وراجعي أهدافك، هتحسي إنك ماشية صح وهتحبي نفسك أكتر. خلاصة الكلام، التخطيط مش عشان حد يجي يقولك تعملي إيه ولا عشان تقلدي حد. التخطيط عشان أنتي تتحكمي في حياتك وتعرفي إيه اللي عايزة تعمليه وإزاي توصلي لهدفك. وبصراحة كل ما تخططي كل ما هتحسي إنك مسيطرة على حياتك أكتر، ومفيش حاجة هتخلي الظروف توقفك. الطريق ممكن يكون فيه مطبات، بس زي ما قلتلك أنتي اللي سايقة، وقولي لنفسك دي حياتي وأنا اللي بمشي فيها. طب بعد ما فهمنا يعني إيه تخطيط، نيجي بقى للأهم، الأهداف. الأهداف مش أحلام وخلاص، ولا كلام حلو بنقوله أول السنة وننسيه بعدها بشهر أو شهرين. الهدف حاجة واقعية تقدري تشتغلي عليها خطوة خطوة. وأهم حاجة قبل أي هدف، اسألي نفسك إيه الحاجة اللي لو اتحسنت السنة دي حياتي كلها هتتحسن؟ رقم واحد، أهدافك مع نفسك. دي أهم حاجة قبل أي حد. تهتمي بنفسك أكتر، نفسيتك قبل أي حاجة. تقللي جلد ذاتك وكلامك الوحش عن نفسك. تتعلمي تقولي لأ من غير تأنيب ضمير. تنظمي وقتك بدل ما اليوم يضيع منك. مش مطلوب منك تبقي نسخة مثالية، المطلوب تبقي أهدى وأحن على نفسك. رقم اتنين، أهدافك في الدراسة أو الشغل. مش شرط تبقي الأولى على الدنيا، بس شرط إنك تذاكري بانتظام حتى لو وقت قليل، وتطوري نفسك في حاجة ليها علاقة بمستقبلك. تتعلمي مهارة جديدة تساعدك قدام. تبطلي تسويف وتعملي اللي عليكي في وقته. هدفك هنا إنك تتقدمي حتى لو خطوة صغيرة. رقم ثلاثة، أهدافك النفسية. السنة الجديدة مش محتاجة ضغط أكتر، محتاجة راحة. تبعدي عن أي حد بيستنزفك، تحطي حدود واضحة في علاقاتك، ما تقارنيش نفسك بحد، تتعلمي تسيبي اللي وجعك وتمشي. واعرفي إن الراحة النفسية مش رفاهية، دي أساس أي نجاح. رقم أربعة، أهدافك الصحية. جسمك ليه حق عليكي. تشربي مية أكتر، تحركي جسمك حتى لو مش رياضة تقيلة، تنظمي نومك شوية، تبطلي تهملي نفسك بحجة الانشغال. مش مطلوب تغيير جذري، المطلوب استمرارية. رقم خمسة، أهداف بسيطة بس فارقة. أحيانا الأهداف الصغيرة هي اللي بتفرق معاكي، زي إنك تقري كتاب، تسمعي بودكاست مفيد، تقللي وقت الموبايل، تعملي حاجة بتحبيها من غير ذنب. الحاجات دي بتبنيكي من جوه واحدة واحدة. الخلاصة، أهداف السنة الجديدة مش لازم تكون كتير ولا صعبة ولا تخوف. اختاري أهداف شبهك تناسبك وتقدري تكملي فيها. افتكري دايما
مش مهم تمشي بسرعة، المهم ما تقفيش. السنة دي خليها سنة إنك تمسكي حياتك بإيدك، واحدة واحدة وعلى مهلك، بس بثبات. طب احنا عرفنا الأهداف، بس السؤال دلوقتي إزاي تخليها تحصل فعلا؟ رقم 1، اكسري الأهداف الكبيرة لأجزاء صغيرة. لو هدفك كبير زي عايزة أنجح السنة دي، ما تخليش ده يخوفك. قسميه لحاجات صغيرة يومية، مثلا مذاكرة نص ساعة كل يوم، مراجعة نقاط ضعفك مرة في الأسبوع، تحضير مادة معينة قبل المحاضرة. الأجزاء الصغيرة دي هتخلي الهدف أسهل، وهتحسي كل يوم إنك بتتقدمي خطوة لقدام. رقم 2، حطي جدول واقعي. مش مطلوب جدول كامل من الصبح للمغرب، بس جدول صغير يبقى واضح. امتى هتذاكري، امتى هتستريحي، امتى هتعملي حاجة لنفسك. الالتزام بالجدول هو اللي هيخليكي ماشية من غير ما تحسي بالضغط. رقم 3، كافئي نفسك. أي خطوة بتعمليها صح، كافئي نفسك بحاجة بسيطة، قهوة بتحبيها، مشروب أو وجبة صغيرة، دقيقة بس تعملي فيها حاجة بتحبيها. المكافأة بتخلي العقل مرتبط بالنجاح وهتحبي تكملي. رقم 4، واجهي المطبات بصبر. مش كل حاجة هتمشي زي ما خططتي لها، في طريق مسدود، في ظروف خارجة عن إرادتك. ممكن حاجة توقفك، ما تزعليش، دوري على طريق تاني. ممكن حاجة تحبطك، ما تسلميش وابدأي من جديد. المهم تعرفي ان المطبات جزء طبيعي من أي خطة ناجحة. رقم 5، اتعلمي من أخطائك. لو حاجة انت عايزاها وما مشيتش زي ما انت عايزة، مش هتبقى نهاية العالم. شوفي ايه اللي حصل غلط، اعملي تعديل في خطتك، كملي وما تقفيش. الأهم انك تتعلمي وتقدمي نفسك كل يوم أفضل من قبل. رقم 6، خلي عندك رؤية طويلة. مش كل حاجة عايزاها هتحققيها في أسبوع أو شهر، فكري في السنة ككل. شوفي إن كل خطوة صغيرة هتوصلك للهدف الكبير. حطي في بالك إن التخطيط مش للمستقبل القريب بس، بل لبناء حياتك على المدى الطويل. طب احنا عرفنا أهدافنا وعرفنا ازاي نخطط ونواجه المطبات، بس أهم حاجة دلوقتي تحفيز النفس، لأن من غير تحفيز أي خطة هتتبخر وتتنسي. طب هنحفز نفسنا ازاي؟ 1، ابدأي يومك بحاجة إيجابية. قبل ما تقومي من على السرير، فكري في حاجة كويسة هتحصلي عليها النهاردة. ممكن تكون حاجة صغيرة، مشروب بتحبيه، هدف هتنجزيه، أو لحظة هتستمتعي بيها. الكلام الإيجابي مع نفسك الصبح بيغير مودك طول اليوم. 2، اكتبي أهدافك في مكان واضح، على المكتب، على التليفون، أو دفتر صغير. كل ما تشوفيها تفتكري ليه بتحاولي وهتقدري تحققيها. الكتابة بتخلي الأهداف ملموسة مش مجرد كلام. 3، كافئي نفسك على أي نجاح، حتى لو خطوة صغيرة، مش لازم انتظار النتيجة الكبيرة. مذاكرة نص ساعة، كافئي نفسك بلعبة، فيلم، أو مشروب بتحبيه. خطوة صغيرة تتحول لدافع يكمل يومك بنجاح. 4، خلي عندك شخص يشجعك، صحبة أو حد قريب منك يشوف تقدمك ويدعمك. المشاركة مع حد بتخليكي ملتزمة أكتر ومتحمسة. 5، قسمي الأهداف اليومية. بدل ما تشوفي السنة كلها كبيرة ومخيفة، ركزي على اليوم ده فقط. إيه اللي ممكن تعمليه النهاردة؟ الخطوات الصغيرة يومية هتوصلك للهدف الكبير. 6، ذكري نفسك بالنجاحات اللي فاتت. لما تحسي إنك زهقتي أو محبطة، بصي على كل حاجة عملتيها قبل كده. افتكري كل خطوة صغيرة حققتيها هتحسسك بالقوة والثقة. 7، فكري في المستقبل. سنة جديدة يعني فرصة جديدة. كل يوم صغير هو خطوة لبناء حياتك. تخيلي نفسك بعد سنة، هتحسي بالفرق اللي عملتيه. الخلاصة، تحفيز النفس مش صعب، بس محتاج شوية نظام وعادات صغيرة. كلمات إيجابية كل يوم، كتابة الأهداف، مكافآت صغيرة، صحبة داعمة، التركيز على اليوم خطوة خطوة. التحفيز ده اللي هيخليكي مستمرة مهما واجهتي صعوبات، ويخلي السنة الجديدة سنة ملكك، انت اللي سايقة حياتك فيها. ولو وصلتي معايا لحد هنا، وبعد ما عرفنا التخطيط وطرق تحقيق الأهداف وتحفيز النفس، يجي الوقت ندي أمثلة بسيطة وعملية ممكن أي حد يبدأ بيها السنة الجديدة. 1، أهداف صغيرة مع نفسك. خصصي 10 دقايق كل يوم للاسترخاء أو التنفس العميق. اكتبي حاجة كويسة حصلت لك كل يوم في دفتر صغير. اتعلمي تقولي لأ من غير شعور بالذنب. ابتدي يومك بكلمة إيجابية لنفسك. 2، أهداف بسيطة في الدراسة أو الشغل. مذاكرة نص ساعة يومياً بدل ما تستني وقت طويل. مراجعة نقطة واحدة أو جزء صغير من المادة كل يوم. اتعلمي مهارة جديدة مرتبطة بشغلك أو دراستك خطوة بخطوة. تسجيل تقدمك في جدول صغير عشان تتابعي نفسك. 3، أهداف نفسية وراحة. تقطعي علاقات مع أي حد بيستنزفك أو يقلل منك. تخصصي وقت لنفسك تعمل فيه حاجة بتحبيها. ممارسة الهوايات الصغيرة زي الرسم أو القراءة أو سماع موسيقى. كل أسبوع حاولي تعملي حاجة جديدة تنسيكي ضغوط اليوم. 4، أهداف صحية بسيطة. اشربي من 6 ل 8 أكواب مية يومياً. امشي 15 ل 20 دقيقة يومياً حتى لو في البيت أو حوالين الشارع. نامي بدري كل يوم وابعدي عن السهر الزيادة. كلي وجبة صحية صغيرة بدل ما تهملي نفسك. 5، أهداف بسيطة لكنها فارقة. قراءة صفحة واحدة يومياً من كتاب مفيد. كتابة 3 حاجات ممتنة ليهم كل يوم.
تحديد وقت أقل للموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي، تجربة حاجة جديدة مرة كل أسبوع حتى لو صغيرة. الخلاصة، الأهداف الكبيرة ممكن تخوف، بس الأهداف الصغيرة البسيطة دي هتخليكي متحمسة كل يوم، شايفة تقدم واضح، مستمرة بدون ضغط أو إحباط. السنة الجديدة مش محتاجة خطوات خارقة، محتاجة خطوات صغيرة ثابتة محسوبة ومستمتعة بيها. افتكري، كل خطوة صغيرة هتوصلك للهدف الكبير. وبكده نكون غطينا كل حاجة عن التخطيط للسنة الجديدة، إزاي تخططي حياتك وتتحكمي فيها، وإزاي تحققي أهدافك خطوة بخطوة، وإزاي تحفزي نفسك يومياً، وأمثلة عملية لأهداف صغيرة وسهلة تبدأي بيها السنة الجديدة. افتكري دايماً، السنة دي ملكك وإنتي اللي سايقة حياتك فيها. لو عجبك الفيديو حسيتي إنه مفيد، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبي تعليق وتشاركينا أهدافك للسنة الجديدة، وتشتركي في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. يلا نبدأ السنة الجديدة بقوة وحماس، وإنتي مستعدة تمسكي زمام حياتك وتحققي كل اللي نفسك فيه.